هو موسم المانجا يخلص من غير ما تجربوا الكنافة بالمانجا. طبقات من كريمة المانجا مع قطع المانجا، حاجة في منتهى الجمال. كنافة بالمانجا حلوة حلاوة مش طبيعية وطعمها خطير جدا. يلا بينا نشوف الطريقة. في الأول بقى هنجيب حلة على نار هادية وهنزل بكوباية سمنة بلدي ونص كيلو من الكنافة المفرومة في الكب أو على الإيد. وبعد كده هنقلب علشان أغلفها كويس بالسمنة، وبزود كمان معلقتين سمنة. وابتديت بقى احمر في الكنافة بتاعتي وهفضل اقلب. وطبعا الموضوع بياخد وقت شوية، يعني كده كده ايدينا هتوجعنا من التقليب لحد ما توصل للون الخطير ده. شايفين حلاوة اللون؟ خطير بجد. وبعد كده هضيف عليها نص كوباية سكر بودرة وهنقلب ونقلب وهسيبها تبرد واعمل الكريمة وبس كده. وهجيب الخلاط وهنزل بكوباية مانجا قطع متلجة او عصير مانجا متماسك وسبع مثلثات جبنة وعلبة كريمة خفق وكيس كريم شانتيه ونص باكت كريم كراميل مع كوباية لبن. وهضرب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. وبس كده وكده بقى جاهز معايا احلى كريمه. بدات ارص الطبقات بتاعتي وجبت البايركس. اول حاجه نزلت بطبقه من الكنافه وظبطتها وضغطت عليها كويس جدا. وبعد كده هنزل بالكريمه وهظبطها زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هنزل عليها بقطع المانجا الخطيره دي. وعادي جدا نستغنى عن قطع المانجا اللي في النص علشان انا هرجع اعيد الطبقات دي من تاني. هنزل بطبقة تانية من الكنافة وهظبطها كويس جدا في الصينية. وهرجع اضيف تاني الكريمة بنفس الطريقة. واخر حاجة بقى بضيفها هي المانجا. كتري بقى قطع المانجا دي على قد ما تقدري. بجد هتبقى احلى صينية كنافة بالمانجا. لازم لازم تجربوا الطريقة دي. وهعمل كمان كاسات. ابتديت بالكنافة وبعدين الكريمة وبعد كده هنزل عليها بقطع المانجا وهرجع اعيد الطبقات دي من تاني. وهزينها باخر حاجة بقى بقطع المانجا. وهندخلها التلاجة مش اقل من 4 ساعات. وبعد كده هتدوقوا احلى واطعم كنافة بالمانجا. خطيرة بجد، تحفة. والله احلى مليون مرة من اللي بنشتريها من بره. كنافة المانجا دي حلوة حلاوة مش طبيعية وطعمها خطير. هستناكم تجربوها وتكتبولي رأيكم في الكومنتات عشان بيفرق معايا جدا والله. طبقات الكنافة مع الكريمة وقطع المانجا حاجة كده من الآخر بجد تحفة. هبدأ أقطعها بقى بعد ما سبتها في التلاجة 4 ساعات. أنا سبتها تاخد راحتها على الآخر عشان تكون طالعة متماسكة جدا معايا. يا لهوي على الجمال والحلاوة، خطيرة. لازم لازم تجربوها. انا كده ما جبتش حاجة من عندي، بجد تحفة فعلا. انا من رأيي انكم تجربوها علشان هي بجد حلوة قوي قوي. والطعم بقى حكاية. شايفين الطبقات متماسكة ازاي؟ خطيرة. والسكر البودرة مديها قرمشة حلوة قوي. انا محطتش عصير مانجا او عسل تقيل علشان بيطريها. جربوها بنفس الطريقة وهتعجبكم جدا. والكاسات شكلها حلوة قوي. وكده فيديو النهاردة خلص، واستنونا في فيديو جديد. باي باي.